Seine-et-Marne, Peggy Moget. Le bruit de l'hélicoptère a résonné dans toute la prison. Il est 11h30 ce matin. Depuis leur cellule, les détenus filment des hommes vêtus de noir courir dans les allées. Puis l'hélicoptère décolle sous les acclamations des prisonniers. spectaculaire à la prison de Rio. L'homme منذ صباح الأحد يبحث 3000 شرطي عن رضوان فايد وعن شخصين مدججين بالسلاح حضرا إلى سجن ريو قرب باريس على متن مروحية بعد أن أخذا قائدها رهينة من داخل ناد للمروحيات الخاصة. حطت المروحية في باحة سجن ريو. سلك رضوان طريقا سرية لا يعرفها إلا حراس السجن لملاقاة خاطفي المروحية في الباحة الخارجية. كل ذلك حصل في 10 دقائق دون حصول طلقة واحدة، وغادرت المروحية السجن وعلى متنها رضوان. نحن أمام حالة كوماندوس قام من دون شك برصد المكان عن طريق طائرة بدون طيار، ما أدى إلى هذا الفرار المذهل. بعد نجاح رضوان فايد في الفرار من السجن حطت المروحية في جارج ليغونيس، حيث استقل مع المسلحين سيارة رينو سوداء أحرقوها لاحقا ليستقلوا شاحنة بيضاء وغابوا عن الأنظار. إما أن يكون قد حصل تواطؤ مع فايد من داخل السجن، أو أن الإجراءات الأمنية المتخذة ليست متناسبة مع خطورة بعض السجناء. كان رضوان فايد فر من السجن عام 2013 حيث كان يقضي حكما لعلاقته بعملية سرقة أدت إلى مقتل شرطية عام 2010. حرج كبير هنا في مقر وزارة العدل التي يحتج حراس السجون منذ مدة على تقصيرها في توظيف عدد إضافي من الحراس لتجنب خروقات أمنية من النوع الذي نفذه رضوان الفايد، وحرج في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية وترقب لما قد يتخذ من إجراءات إدارية لمحاسبة المسؤولين عن فرار السجين الخطير نفسه للمرة الثانية في 5 أعوام. حسين قنيبر، العربية، باريس.